انت اكيد دخلت سوبر ماركت قبل كده، دخلت تجيب حاجة واحدة وخرجت بفاتورة اكبر بكتير. السؤال مين اللي خلاك تشتري؟ انت ولا المحل؟ انا دكتور محمد سليمان، وده بيزنس على السريع، المكان اللي هتبدأ فيه تشوف البيزنس في كل حاجة حواليك. تخيل انك راجع من الشغل مرهق ودخلت السوبر ماركت عشان تجيب ازازة مية. تمشي لحد الكاشير وفجأة تلاقي شوكولاتة، لبان، شيبسي، كنز وبطاريات ومناديل. خليني اسألك، مين اللي قرر ان المنتجات دي تتحط هنا؟ وليه مش في اول المحل؟ الإجابة اسمها Point of Sales Marketing أو التسويق عند نقطة البيع. لكن دي مش القصة كلها. لو حطينا الشوكولاتة أول المحل هتبيع بنفس الكمية؟ الإجابة لأ. أول ما دخلت المحل كان عندك مهمة واضحة، هجيب مية. لكن وانت واقف عند الكاشير المهمة خلصت وعقلك بدأ يريح نفسه، وهنا بيظهر مفهوم اسمه الإمبulse باينج أو الشراء الاندفاعي. يعني تشتري حاجة ما كنتش مخطط لها. المحل مش بيبيع لك شوكولاتة، المحل بيبيع لك قرار صغير إضافي. لاحظ إن أغلب المنتجات جنب الكاشير رخيصة. ليه؟ لأن عقلك بيقول دي مش هتفرق، لكن 5 جنيه مع 5 جنيه مع 10 جنيه يعملوا فرق كبير. طيب لو عندك مشروع صغير، اسأل نفسك إيه المنتج الصغير اللي أقدر أعرضه قبل ما العميل يدفع؟ لأن أوقات أصغر منتج بيحقق أكبر ربح. فمن النهاردة كل ما تدخل سوبر ماركت ما تبصش للكاشير كموظف، بص له كمسوق بيحاول يزود فاتورتك من غير ما تحس. جاوبني في التعليقات، إيه أكتر حاجة اشتريتها من عند الكاشير وإنت أصلا ما كنتش ناوي تشتريها؟ فاكر إن إنت اللي بتختار من المنيو في المطعم؟ استنى الحلقة الجاية وهتعرف إن المنيو هو اللي بيختار لك.